رسميا الاهلي بطلا للسوبر السعودي للمره المليون. رونالدو يفشل في تحقيق اي لقب في الدوري السعودي. كريستيانو ورفاقه عملوا كل اللي يقدروا عليه طول المباراه، لكن في النهايه كره القدم لا تريد انصاف كريستيانو، وللسنه الثالثه على التوالي كريستيانو كل ما يلعب نهائي يخسروا مع النصر بطريقه اغرب من اللي قبلها. المباراه انتهت بالتعادل اللي جاب 2-2، والنصر السعودي كان افضل بكتير من الاهلي السعودي طول المباراه عشان المباراه تتحول لركلات الترجيح. ولك ان تتخيل عز المشاهد رغم كل الناس المحترفين في النصر السعودي ده الا ان عبد الله الخيبري هو اللي هيشوط ركله الجزاء الرابعه للنصر السعودي. عشان ايه اللي يحصل بالظبط زي ما انت فكرت، هو السيناريو الغريب اللي اغرب من كل سنه. عبد الله الخيبري ربنا يكرمه ضيع ركله الجزاء الرابعه للنصر السعودي علشان الاهلي يتوج بالبطوله، وبكده كريستيانو للسنه الثالثه على التوالي بيفشل في تحقيق اي لقب رسمي مع النصر السعودي. حاجه في منتهى العبث اقسم بالله. قول لنا رايك في الكومنتات، هل تتوقع ان النصر السعودي ممكن السنه دي يعمل اي حاجه؟ انا عن نفسي ما بقتش متفائل، او انا عمري ما تفائلت اصلا مع الفريق ده. سلام.